حدوتة على موال. النهاردة الحلقة التانية في موضوع حدوتة على موال. واحنا كنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان احنا هنتكلم عن الملك مينا نرمر او نعرمر. التلاتة هل هم شخص واحد ولا مختلفين عن بعض؟ قلنا ان احنا هنناقش الموضوع دوت بشكل واضح شوية، لكن انا حبيت ان انا اناقش الموضوع ده من وجهة نظر العقيدة المصرية القديمة اللي هم كانوا بيؤمنوا بيها في خرطوش او في اسماء الملك نرمر او نعرمر. الى الان انا مش واضح لي، مش فاهم شكل الخرطوش بتاعه. هم قالوا دي سمكة القرموط وده تنطق نعر وده الازميل بينطق مر ويبقى اسمه نعرمر. هل القرموط ده كان ده مش سمكة قرموط خالص، هنشوفها دلوقتي، ولا تقرب لها ولا هي من فصيلتها، حتى كلام تاني، حاجة رسمة كده لا ما أنزل الله بها من سلطان في عالم الأسماك، قد تكون حاجة تانية. لكن كان واضح في اسم الملك مين أو مينا زي ما سماه المؤرخ اللي احنا قلنا عليه المرة اللي فاتت، مانيتو قال انه اول حد كان اسمه مينا. مينا فعلا كان واضح في اسمه في الرسم بتاعه، حاجة بتربط امون بالأزير. من الترجمات اللي احنا وصلنا لها كان امون واضح جدا في رسمته، وكان الأزير في توب الامون واضح جدا في رسمته. وهو الأزير برضو كان خد هيئة من هيئات الامون، يعني كان الأزير له لابس التاج ابو رشتين اللي هو تاج الامون في هيئة من الهيئات. فهل كان توحيد الديانة هو إذانا وقت، يعني كان كده تمام انهم وافقوا على توحيد القطرين؟ هل توحيد الديانة كان هو الشمال والجنوب خلاص بقوا الاثنين مقتنعين بعبادة الأزير وأمون وهم الاثنين كانوا متفرقين في العبادة؟ أنا ما أظنش، لأن اللوحة بتاعت نرمر أو نعرمر كان فيها حتحور مثلا في الوجهين، البقرة بتاعت حتحور في الوجهين، والبقرة بتاعت وحتحور نفسها كانت تمثل صورة من صور الكبرى أو الإلهة اللي واخدة من صور أمون، يعني هل ده كان من ضمن أسمائها؟ فهي الآلهة كانت في العقيدة المصرية القديمة لها شكل كامل من الاندماج مع بعضها. يعني هو الأرجح إن مين كان مختلف، لكن احنا ليه هم قالوا ان نرمر او نعرمر هو موحد القطرين؟ لان له شواهد من الصلايه بتاعته الموجوده، شواهد قويه جدا. نبص كده ونشوف ايه الشواهد وايه الصلايه بتاعت نرمر او نعرمر اللي خلتهم يقولوا ان هو اساسا نرمر ده هو الواحد القطرين مش مينا، لان ده اللي شافوه من الرسمه بتاعته. فجاي الملك هنا واقف في الصورة ديت ولابس التاج بتاع البحري، ده تاج بحري اللي هو الطويلة ديت بحري، وهنا رسموه وهو لابس تاج الوجه القبلي اللي هو بالشكل ده كده. فقال لك يبقى نرمر أو نعرمر هو اللي وحد القطرين لأنه هو لابس التاجين، أو إن نرمر هو مين، هو الإله، هو الملك مين. يعني هم شافوه كده، خصوصا ان هو راجل حربي قوي جدا لابس ماسك يعني حد بيضربه كده اسير. وهنا في الجنب ده في رؤوس مقطوعه، اسرى ميتين رؤوسهم مقطوعه، ودي علامات النصر كده، شايلين الاعلام وشايلين فوقها الرمز بتاع الصقر اللي هو يمثل الأزير او القصير. ودي الشكل هنا برضو هنا كده تحت رجليه أسرى مقتولين. احنا بنقول ان النصوص المصرية القديمة، هيروديت ما نقلش حاجة، ديودور الصقلي ما نقلش حاجة، يعني ما قالش ان كان في حرب دارت ما بين الشمال وما بين الجنوب، ما قالش، ما ذكرش ان الحرب دي كانت موجودة بين الشمال وبين الجنوب. ما عندناش رواية بتقول ان قبلي وبحري كان ما بينهم معركة كبيرة وانتصر فيها ايا كان نرمر او نعرمر او مينا، لكن بيقولوا ان هم وحدوا القطرين. لكن انتصروا ازاي احنا ما عندناش معلومة هم انتصروا ازاي. عايزين نقول ان عشان ندخل للعقيدة المصرية القديمة لازم، او للدولة المصرية عموما، لازم نفهم العقيدة بتاعتهم كانت بتقول ايه. احنا كل اللي وصلنا من العقيدة بتاعتهم ديت محكي عن طريق حد اسمه بلوتارخ. بلوتارخ ده عاش سنة 45 ميلادي ومات في 120 ميلادي، يعني عاش الفترة ديت 70 سنة ولا حاجة.
كان في مرحلة متأخرة جدا من العصر الفرعوني. كان الفراعنة بقى لهم مئات السنين، عصرهم منتهي بقى له مئات السنين، ماتوا وشبعوا موت وبيتحاسبوا أو خلصوا حساب كمان، خلصنا يعني. فأنت جبت معلوماتك منين؟ بلوتارخ المفروض جاب معلوماته منين؟ لا إما من كتاب معين، لا إما من قصة معينة موجودة على الجداريات المصرية هو كان بيقدر يقراها. ما كانش بيقدر يقرا في الوقت ده مصري قديم، ما كانش عنده المعلومة كقراءة مصرية، فكان المفروض إنه بيقرا يوناني. طب هل في رواية يونانية عند بلوتارخ بتقول القصة اللي هو قال فيها إيزيس وأوزوريس وحورس كان يعني علاقتهم إيه بالدنيا وجم إزاي وعملوا إيه؟ ما وصلناش، وهو ما قالناش إن هو نقل الحكاية ديت عن طريق فلان، هو بيحكيها من نفسه كده. فبيقول لنا كالتالي إن إيزيس وأوزوريس كانوا زوجين، وأوزوريس ده أو الأوزير ده أو القصير كان ليه أخ اسمه ثت. أخوه ثت ده قتله لأن ثت يمثل إله الشر على الأرض يعني. فقتل أخوه، قتل الأوزير أو القصير، وفرق جثته على الدولة المصرية، كل حتة رماها في مكان. جه بعد كده أخته وزوجته اللي هي إيزيس أو قصية، إيزيس لمت الأشلاء بتاع الجثة وحطتها جنب بعضها، وكان فاضل قطع ضايعة، حكاية طويلة. المهم جابوا القطعة دي، قعدت تقرأ عليه تعويذ وترانيم معينة. اتجمعت الأشلاء بشكل منتظم على بعضها وصحي تاني من الموت. دي حكاية بلوتارخ بيحكي كده، بيقول كده. فلما صحي ده كلام بلوتارخ، أنا بأكد إن مفيش حاجة على الجدريات بتقول ده، لكن ده حكاية بلوتارخ اليوناني. انا ما ننساش ان بلوتارخ اليوناني ده عنده آلهة يونانية، عنده حاجة اشبه بالماثولوجيا يعني، علم الاساطير. علم الاساطير اليونان دول في العقيدة بتاعتهم اساطير، حكاية يعني خرافات ما انزل الله بها من سلطان. المهم، فهو متأثر فبيحكي حكاية إيزيس وأوزوريس من هذه الوجهة. دول آلهة بقى، والجماعة الآلهة دولت عايشين في عالم موازي، فيلا نحكي الحكاية دي. ده شكل بلوتارخ في الحكاية. فلما صحي الأزير قالوا له والله انت كده فقدت مكانتك على الارض بشكل ما عندكش المكانه القويه على الارض، فايه رايك تطلع تقعد في السماء وتبقى اله البعث في السماء، والميتين اللي يجوا لك انت تستقبلهم وتحييهم وتقعد انوبيس جنبك تحاسبهم. وخصوصا ان بلوتارخ قال ان اللي حنط الأزير هو الأنوب، وهو اللي كفنه كده أنوبيس. عندنا في الجدريات رواية أو شكل في الجدريات بتقول إن اللي حنط الأزير، اللي حنطه واللي كفنه هو الأنوب أو أنوبيس. بس دي حكاية هنرجع لها ونشوف ليه الأنوبيس جل. أنا خلينا نكمل حكاية بلوتارخ وبعدين هنرجع إحنا هنوصل مع بعض لشكل العقيدة المصرية القديمة كانت بتقول إيه وكانت ماشية إزاي، عشان نكمل مع بعض في حكاية الأسرات. بعد كده هو طلع للسماء الأزير، جه ابنه حور أو حورس. أنا بنقول إن هو مش حور، هو اسمه هور بالهاء، بحرف الهاء، هور. لأن بلادنا اللي بتنطق زي ما نطقت عندنا أبو صير وبنو صير وبلاد صير ديت موجودة في بلادنا، زي ما عندنا القصية في بلادنا موجودة بتقول الاسم الإلهة ديت، زي ما عندنا في بلاد برضو بتنطق باسم هور. أشهر البلاد دي على مثلا كتير بلاد كتيرة، هور بيت في الصعيد، بيت هور يعني هور بيت. في عندنا دمنهور، هور برضو موجودة في قرى كتيرة في مصر تنطق اسم هور. مثلا ميت الهارون، ميت الهور، كده يعني. فهي باسم هيه يعني. في بلاد كتيرة كده في مصر. عموما جه هور يطالب بملك ابوه، او مش ملك ابوه، الهيه ابوه. انا الوارث الحقيقي لهذا الاله، فانا هبقى اله. الالهه كانت تورث يعني اله ابن اله. فانا الاله. فجه عمه اله الشر ثيت قال له لا، انت انت مش ابن شرعي لابوك. انا ما زلت بتكلم على بلوتارخ، حكايه بلوتارخ، دماغ بلوتارخ بيحكي. قال له انت مش الابن الشرعي لابوك. فعملوا محكمه، انا بختصر الحكايه قوي، حكايه طويله. عملوا محكمه حضرها كده كده من الالهه، وفي الاخر حكموا لهور، قالوا له خلاص انت الاله الشرعي، انت الوريث الشرعي لابوك. وبالتالي ما كانش فيه قدام اله الشر ثت غير انه يقبل، فقبل وبقى هور هو الاله الشرعي. دي حكايه
القصة بتاعت الراجل ده. احنا عندنا فيها حاجة من الجدريات بتقول ان ده حصل متفرقات، يعني الأوزير او القصير ميت، بيتحنط، ماشي، كل ده موجود، حكايات زي كده يعني. لكن المحكمة والحكاية وإن هو صحي وجه وعمل القصة كاملة كده ببروازها ده بالحبكة الفنية ديت الموجودة دي، ما عندناش بردية أو نص أو جدارية بتقول إنها مكتملة بالشكل ده. لكن في أجزاء متفرقات خلت المهتمين بعلم المصريات يقول لك صح هنا بيتحنط، صح ده هو طلع السما بقى الإله. طب ما هو ليه مكان كان مدفون فيه على الأرض، يبقى هو كان في أماكن دفن ليه على الأرض، وبعدين يعني متفرقات عشان يحاولوا يسقطوها أو يحطوها على رواية بلوتارخ يبقى هي دي الرواية الصحيحة. لكن دي حكاية بلوتارخ. عموما الآلهة المصرية القديمة ما يعني برضو من ضمن يعني تخيلات، ظن، متهيأ لنا انها كانت كده. ده بيقول ده رأي المحللين للديانة المصرية القديمة. والظن دائما حديث كاذب، يعني اكذب الحديث هو الظن. ما تظن بموضوع تقول هو دي الحقيقة، ده لا شوف، لابد من وجود يقين او حقيقة تمسكها بايدك عشان تقدر تبني عليها. عشان كده لما جينا نتكلم على نرمر او نعرمر او مينا، مين فيهم هو بالضبط يكون هو الملك المحرر؟ قلنا ما عندناش يقين، يعني ما عندناش يقين. لكن قد يكون مينا لان اسمه يحتمل خرطوشه يحتمل ان هو كان عنده الأزير وكان عنده، او كان عنده القصير وكان عنده امون. فبما ان القصير وامون متحدين، وده كان واحد في الشمال وواحد في الجنوب في الوقت ده، يبقى هو اللي وحد. لكن ده مش يقين، ده احتمال، وبنقول انه احتمال ومش يقين. عموما الآلهة المصرية خدت أشكال، يعني خدوا شكل الصقر، خدوا شكل بطة من البطات، خدوا شكل أسد، خدوا شكل أبو الهول أسد، خدوا شكل سخمت كإلهة اللي هي القصية أو إيزيس، خدت شكل سخمت، خدت شكل الإله سخمت إلهة الحرب ولها وضع هنجيلها فيها، هنمشي واحدة واحدة. وخدت شكل البقرة وخدت شكل البطة وخدت شكل القطة، هي نفس الإلهة. إيه اللي وصلها للمراحل دي؟ بص، هو كان اسمها، الاسم بتاعها بيحتمل كل دوت، وبالتالي لما كان اسمها بيحتمل بطة مثلا، قطة نفس الكلام، طالما الاسم احتمل كده فقالوا ان الاله بما ان اسمه كده ودي مخلوقاته اللي على الارض بتنطق بما يعني اسمه، فيبقى المخلوقات دهيت اما نيجي نرسم بطة، يبقى انت بتنطق بالحروف الهجائية اللي احنا عارفينها، تيجي كاتب ب ألف ت ه، وتيجي تنطقها بالهجاء اللي احنا عارفينه تطلع قصي. فلما رسم البطة جنب الإله ديت، واحنا عندنا أبجدية عموما قدرنا نوصل لها، راحت ناطقة قصي. من هنا بدأ يحط المخلوقات بتاعت الكون اللي نسبت اسم كل إله من الآلهة حطوها جنبه. ما كانتش عبادة لهذه البطة ولا كانت عبادة لهذه القطة أبدا، هي كانت شكل من أشكال إن هذا المخلوق بينطق اسم الإله. عموما جه في رسومات كتيرة عندنا، وفي شغل كتير بيقول إن الأزير اتحد مع رع. الأزير اتحد مع رع، في صورة للأزير مع رع متحدين. طب هل الأزير هو رع؟ طيب في صورة بتقول إن الأزير متحد مع أتوم. الإله أتوم باسم أتوم هو اسم صحيح، مش اسم يعني مثلا حتحور اسم ده، يعني احنا يعني كده حطوا شامبليون كده، يعني اسم حتحور مش اسم قديم. يعني مش اسم قديم يعني ايه؟ يعني اليونان ما اعتمدوش حتحور، اليونان ما قالوش في إلهة اسمها حتحور، ما ذكروش اسمها بالنص كده، لكن ذكروا حاجة قريبة شوية منها يعني، لكن مش بالنص. فلكن لما جينا على أتوم قالوا في إله اسمه أتوم، والأزير نفسه خد صورة من صور أتوم على الأرض. طيب أتوم ده هل هو أدم؟ السؤال هل أتوم أدم؟ خصوصا الدال والتاء كانت لفظ متبادل في اللغة المصرية القديمة.
حتى عند اليونان كانت الدال والتاء متبادلة جدا جدا عندهم برضه، ما كانوش مفرقينها كتير. طيب هل هو آدم؟ طب ما النصوص المصرية والفهم اليوناني عن أتوم قال إن أتوم هو أول مخلوق جاء على الأرض. فيبقى آدم هو أول مخلوق جاء على الأرض. المصريين القدماء فاهمين كده. طب ما هو شيء طبيعي، لازم يفهموا كده، ما احنا عارفين، كل الناس عارفة إن آدم أبو البشر، وأكيد هم كانوا عارفين المعلومة دي برضه. كل أوروبا، كل الدنيا عارفة إن آدم هو أبو البشر. فهنستبعد عن المصريين القدماء إنهم. المرة اللي جاية احنا عايزين نبحث بشكل قوي جدا، هل أتوم هو آدم؟ بما إنه هو أول من نزل على الأرض، عايزين نشوف هل أتوم هو الأزير. ده احتمال، واحتمال قائم. طب لو شفناها وطلع أتوم هو الأزير، هتتطور العملية البحثية معانا لغاية فين؟ هي فرضية هنفرضها، وإن صحت هنكمل معاها، إن ما صحتش يعني ما كانتش هي المظبوطة هنتجاوزها ونخليها فكرة في دماغنا إن احتمال يبقى موجود الأمر. المرة اللي جاية هنكمل من أتوم وأزير في حدوتة على موال. شكرا لكم.